تعالوا نتفرجوا مع بعض على مجموعه من التحف والانتيكات ازاي نقدر ننسقها في السفر. ده طقم شمعدان خماسي ممكن نحطه بالمنظر دوت، نحط جنبه مثلا لمبادير، جزئيه معدن بتيجي تتحط في الزاويه، بنختار وليكن طبق زي دوت ميكس ما بين الجولد وميكس ما بين الازاز العسلي. ده نموذج تاني موجود معايا، ممكن نستخدم الطبق على ترابيزه البوفيه، حاجه سيمبل وشيك جدا، بس انا لازم اعمل الميكس ما بين اسود والجولد. ممكن ناخده على السفره شمعدان ثلاثي بالشكل دوت وناخده معاه صينيه. طقم شمعدان حابب احط اباجوره في الشمال عندي مفيش مشكله، او مش حابب احط اباجوره بحط طقم الشمعدان بس معايا. مثلا ممكن احط علبه مصحف مع صينيه بقطعتين انتيكس موجوده فيها من فوق شمعدان ثلاثي. ممكن احط جنبه بولتين من الزرع، ممكن نحط في النص ما بين طبق وما بين شياله دورين. الشمعدانات بالنسبه لنا هو المقصود منها هو فكره ديكورات، حاجه زي دوت مثلا ممكن اوزع على ترابيزه السفره شياله بالمنظر دوت، او طبق بنفس الكيفيه، او شمعدان صغير. دي فازات ممكن تبقى معايا اسود في جولد ويتحط معاه قطعتين شمعدان، ممكن في اخر البوفيه او في اول البوفيه بسطين زرع صغيرين بنفس الشكل. ده نموذج برده متواجد معانا من الشمعدانات الاسترس. ده شمعدان ممكن يتوظف بالشكل دوت، يتحط جنبه لمبادير او اباجوره صغيره بالشكل دوت، يتحط معاه جنبه طبق. نيجي نوظف برده معاه جزء من الشمعدان او جزء الطبق نحطه هنا، نبدل القطع بتاعته. كل ده متاحه ان شاء الله باذن الله. هيبقى متواجد معانا فيديوهات تانية ازاي ننسق الانتيكات والتحف بتاعتي على ترابيزه الصالون، على ترابيزه الانتريه، على المكاتب المعلقه. هنرتب مع بعض كل دوت في فيديوهات تانية مع سامي مودرن. استنونا.